عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أسامة من الكويت. أتيت هنا إلى أمستردام ووجدت الأخوة من أقلية الأيغور في تركستان الشرقية، الأخوة المضطهدين من الحكومة الصينية، ونطالب جمعيات حقوق الإنسان وجمعيات الإسلامية على مستوى العالم والإنسانية دعم الأقلية الأيغورية ووقف الانتهاكات الصينية ومقاطعة المنتجات الصينية لتشكيل نوع ما من الضغط على الحكومة الصينية بشأن أخوتنا المستضعفين. هناك تقريبا ما يقارب 25 مليون إنسان عايشين في سجون وزنازين كبرى على شكل مستعبدين، ولكنهم يستخدمون في طرق هم لا يريدونها، لا يغصبون عليها، كشرب الخمر وزواج من غير مسلم والرقص وأمور يحرمها الدين الإسلامي. فنسأل الله العزيز الحكيم بأن يساعدهم وينصرهم، ونتمنى من الأخوة العرب مناصرتهم، بأن الموضوع الموضوع صعب والموضوع فيه عدد كبير من المسلمين، وقال الله سبحانه وتعالى: من خذل مسلم خذله الله أمام الخلائق يوم القيامة. فنتمنى أن لا تخذلوا أخوانكم المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.